يا مساء الخير على احلى متابعين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت تاني بوصفة جميلة جدا. طبعا هو الحواوشي الاسكندراني، كلنا طبعا عارفينه، او اللي ما يعرفوش ده اكلة جميلة جدا كلنا بنحبها. هنعمله بطريقتي طبعا، وطريقة سهلة جدا، والنتيجة زي ما انتم شايفين الجمال ده. بصوا العيش يعني يتاكل حاف من جماله. يلا بينا حبايبي على الطريقة والمقادير. معانا الحشوة بتاعتنا حبايبي، نص كيلو من اللحمة المفرومة كندوز، او لو حابين تخلطوها مع الضاني يبقى نص ونص، دي حاجة ترجع لكم. مفرومة طبعا فرمتين مرتين يعني. ومعانا جزء من اللي او اي دهن عندنا لو بتحبوه. طبعا لازم اللحمة يكون فيها دهون، بس اللحمة دي ما فيهاش دهون، فانا جبت قطعة صغيرة من الدهون او من اللي، وهفرمها الاول. معانا 3 فلفلات او 4 حسب ما انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي. معانا حبه بقدونس انا كنت مفرزاه في الفريزر. معانا طماطمايه او طماطمتين صغيرين، دي طماطمايه كبيره شايله البذر منها والميه اللي فيها اهو. معانا حوالي بصلتين كبار متقطعين، احنا لسه طبعا هنفرمها تاني في الكبه، فعشان كده مقطعها حتت صغيره. معانا البهارات بتاعتنا، معانا بصل بودر، توم بودر، وملح، بابريكا، فلفل اسمر، وجوز الطيب، ودي بهارات اللي هي ال7 بهارات ماشي، والملح طب احنا قلنا. معانا برضو الهريسة الشطة اللي انا كنت عاملاها معاكم في القناة، هناخد منها برضو معلقة صغيرة. الكلام ده اللي بيحب الحاجة سبايسي. اوكي، دلوقتي هنشوف هنعمل مع بعض ايه الخطوات الباقية. اول حاجة حبايبي هنفرم الدهون بتاعتنا اهي، هنحطها على اللحمة بتاعتنا. اللي حابب يزود الدهون اكتر من كده يحط، بس انا مش حابه اكتر من كده اهي. دلوقتي حبايبي هنفرم البصل، بس اهم حاجه ما نفرموش نخليه يعني يبقى زي العصير، لا نفرمه يعني يبقى ناعم كده وحلو، عشان ما يبانش يبقى شكله مش حلو في الحواوشي. هنحط البصل، هنحط البقدونس. البقدونس يا جماعه انا كنت فرماه واخده الورق بس، ما تاخدوش العروق. وهناخد الفلفل حسب الرغبه اهو. واحد كمان عشان ما يبقاش حراق قوي. هفرمهم وارجع لكم تاني. ادي حبايبي شكلها بعد ما اتطحنت، طبعا ما خليناش زي العصير، اتفرمت، كل الحاجه اتفرمت كويس جدا. هننزل بيها على اللحمه بتاعتنا اهي. هننزل الاول هننزل بالبهارات. هندعك المكونات بتاعتنا كويس جدا الاول، وهندوق الحياء بتاعنا طبعا كويس ولا لا اهو. قبل ما نحط الطماطم لازم نقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض، عشان الطماطم طبعا ما تتهرس مع المكونات دي. ده جزء من الدهون اهو. وندوق طبعا اهم حاجه الحياء بتاعها كويس ولا لا. دلوقتي هنحط الطماطم، وبعد ما نحط الطماطم ما نقلبش بقى جامد زي ما عملنا الاول، بس ايه نقلبهم كده ايه تقليبه واحده، ونسيبها ترتاح كده على ما نعمل العجين بتاعنا عشان الحواوشي اهو كده. عايزين تحطوها في التلاجة حطوها، دي براحتكم اهو كده. هندوق الحياء ونشوفه، لو محتاج هنحط ملح ماشي. الخطوه الثانيه بقى هنعمل العجينه بتاعه الحواوشي. بعد ما حطينا حبايبي الطماطم مش هندعك فيها قوي زي ما احنا شايفين كده، هنغطيها بالاسترتش راب وهنحطها في التلاجة ترتاح على بال ما نعمل العجينه بتاعه الحواوشي. دلوقتي حبايبي معانا كيلو من الدقيق، ومعانا كوبايه ميه دافيه يا جماعه، ما تكونش ميه سخنه ولا بارده، عشان العجينه بتاعتنا الخميره بتاعتنا لو الميه سخنه هتموت الخمور بتاع العجينه بتاع الخميره، ولو بارده مش هتنشطها خالص. وعليها معلقه ميه سكر، عشان السكر بينشط الخميره. معانا كيلو دقيق هنحط عليه معلقتين من اللبن البودر. لو ما عندكيش لبن بودر ممكن تستخدمي اللي هو اللبن العادي، يعني نص يبقى ونص، وعليهم قيمه معلقه او معلقه صغيره من الملح.
هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها. انا خلاص حطيت السكر هنا مع الخميره، ربع كوبايه زيت زيتون، او ممكن تستبدلوها بالزيت العادي لو حابين. لو ما عندكمش يعني زيت زيتون ممكن الزيت العادي. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها برضو تاني. انا حطيت ربع دلوقتي كوبايه زيت زيتون، والربع التاني هحطه بعد ما اعمل العجينه، اعجن العجينه اهو. نقلبها كده كويس قوي كده. الخميره بتاعتنا نشطه وحلوه جدا اهي، زي ما انتم شايفين الريم اللي عليها ده. هندلق حبه حبه، ما ندلقش مره واحده، ونعجن لحد لما نحصل على عجينه تكون لينه ما تكونش ناشفه. وهقول لكم طبعا على كميه الميه هتعوز قد ايه. كده كوبايه. دلوقتي هنحط كوبايه تانية ونشوف هتاخد قد ايه، عشان هنا في لسه خميره تعتبر، فعشان كده ايه نقلب الخميره دي. شكلها هتاخد اكتر من كوبايتين. هنديها لحد، طبعا كل دي بيختلف عن التاني يا جماعه، حسب دي نوعيته، ممكن ياخد اكتر ياخد اقل. اهم حاجه الملمس بتاع العجينه زي ما هوريه لكم في الاخر. ادي حبايبي بعد ما عجنت العجينه زي ما انتم شايفين، العجينه بتاعتنا مش قاسيه، العجينه بتاعتنا طريه عايزينها. احنا لسه هنحط لها طبعا حبه الزيت عشان نلم العجين مع بعض اهو. دلوقتي هنحط حبه زيت تاني قيمه ربع كوبايه اهو، نلم بيها العجينه بتاعتنا، وطبعا هو هيساعدنا على لم العجينه. ادي حبايبي العجينه بتاعتنا. بصوا بعد ما حطيت لها الزيت ولميتها بيها، بس الملمس بتاعها بقى ناعم وجميل ازاي. هنغطيها بالاسترتش راب او بفوطه او باي حاجه اهو. اهم حاجه بس نعجن فيها كده لحد لما يبقى القوام بتاعها بالنعومه دي. بصوا وفيها عرق وجميله جدا. بس هجيب الاسترتش راب بقى واغطيها لحد ما تخمر، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده حبايبي غطيناها زي ما انتم شايفين بالاسترتش راب. هنحطها في مكان دافي بقى لحد ما تخمر، ونرجع نشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي انا كورت اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، عملتها زي البرتقانه. يعني البرتقانه مش حسب ما انتم حابين، عايزين كتير يعني كبروا، حابينها تبقى كده. انا عاملاها زي البرتقانه اللي هي البلدي. ومعنا الخميره زي ما انتم شايفين، العجينه بتاعتنا خمرت اهي وبقت زي الفل اهي. هناخد جزء من العجينه برضو. الحجم بتاع العجينه حسب ما انتوا عايزين تكبروا الرغيف دي براحتكم، عايزين تخلوه صغير او متوسط. هو المتوسط انا بالنسبه لي كويس. معانا طبق مدهون زيت طبعا، هنحط فيه العجينه بتاعتنا بالشكل ده. اعمل واحده تانية معاكم وبعدين انا اقطع لوحدي اهو. اهم حاجه بس ايه نسوي العجينه بتاعتنا كده، ودي هنحطها من تحت كده. انا هكمل بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي هنغطي العجينه بتاعتنا بالاسترتش راب او بفوطه، علشان خاطر طبعا العجينه ترتاح وتتفرد معانا بكل سهوله اهي كده اهو، وما ينشفش طبعا الوش بتاعها كمان اهو. بس كده نغطيها كويس. هي دوبك 10-5 دقايق كده اهوت، ونبتدي نعمل الارغفه بتاعتنا. دلوقتي حبايبي معانا طبق مفلطح زي ما انتم شايفين كده، دهنينه بالزيت. وهنجيب قطعه العجينه اللي احنا سيبناها ارتاحت 10 دقايق، هنحطها على القاعده بتاعتها، هنفردها كده شويه. هنعملها بطريقه سهله خالص خالص زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هناخد حته العجينه بتاعتنا ونقفل عليها كده اهو بالمنظر ده كده اهو حبايبي. اهم حاجه طبعا ان احنا نقفل على العجينه كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين كده اهي كده اهو، عشان البخار بتاع العجينه هي اللي هيسوي العجينه بتاعتنا. هنمسكها بقى في الصاج بتاعنا، نركن ده على جنب كده شويه. لو حابين تعملوه في الفرن يا جماعه، الصاج معانا مدهون طبعا، اهم حاجه يكون مدهون.
هنحط العجينه بتاعتنا او الرغيف بتاعنا ونفرده كده، نحاول نفرده على قد ما نقدر عشان خاطر طبعا اللحمه بتاعتنا تستوي كويس اهو. وندهن الوش بتاعه برده سمنه او زيت حسب ما انتوا عايزين اهو. بصوا الصاج طبعا او الفرن هتشهل علينا بسرعه، غير لما نعمله على البوتاجاز من فوق. هوريكم واحد تاني. نجيب الطبق بتاعنا اهو ونفرد العجينه برضو اهي كده اهو، وناخد قطعه من اللحمه نحطها في النص ونقفل عليها كده اهو اهو. سهله خالص، اسهل من كده ما في اهو. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم نقفل على العجينه على اللحمه بتاعتنا كويس جدا عشان ما تطلعش بره اهي كده اهو. وهنفردها برضو نفس الحكايه زي ما انتوا شفتوا قبل كده، بس هعملها طبعا في الطبق قدام منكم وهحولها على الصاج. وبعدين لازم ادهنها زيت او سمنه، اهم حاجه ما نبينش اللحمه كده خالص. نقفل عليها كويس اهو على درجه حراره 200 من فوق ومن تحت عشان اللحمه بتاعتنا تستوي وما نعليش عليها قوي. لازم تبقى الفرن متوسطه. وفي الطاسه نفس الحكايه برضو، هندهن الطاسه دلوقتي انا هنقلها. نحط في الطاسه زيت، دهنه زيت وعلى نار متوسطه برضو، ونقلب لما الوش الاولاني ده يحمر. ده لو في الطاسه، لكن دلوقتي انا هحطها في الفرن، ده افضل بالنسبه لي واسهل. نرجع تاني نشوفه مع بعض. كده حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه كده مش قادره اقول لكم على ريحتها وطعمها تحفه بجد، والعجينه جميله جدا يعني، ومش قادره اقول لكم بصراحه يعني، مش عشان انا اللي عاملاه بس هو جميل فعلا. ايه رايكم في الحلاوه دي يا جماعه؟ بصوا التسويه حلوه جدا. تعالوا نقطع واحد مع بعض ونشوفه كده من جوه. طبعا هو كريسبي من بره وجوسي من جوه وطعمه حلو قوي قوي. لو حابين بقى تزودوا القيمه الغذائيه دي في ايديكم ممكن تعملوها. تزودوا جبنه موتزاريلا او اي جبنه او اي نوع جبنه انتوا حابينه. بصوا طبعا بما ان احنا عايشين بره يعني ما عندناش العيش البلدي، بالنسبه لنا هي دي الطريقه اللي نقدر نعملها. بصوا حبايبي بعد ما قطعته وفتحته كده، بصوا الجمال. اللحمه بتاعتنا مستويه وجميله جدا. اتمنى حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، والاول مره يشوف القناه بتاعتي ما ينساش يدوس على كلمه اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم سلام، باي باي.